الأهلي يسقط في شباك بيراميدز، فخ تاني وفخ تالت وفخ رابع المرة دي من بيراميدز. بيراميدز يفعلها مع الأهلي ويفوز 2 مع الرأفة، كان ممكن يفوز 3 و4 لو عنده سنس شوية هجوميا وما كانش غايب منه حد هجوميا. أما الأهلي الغائب الحاضر من أول كأس العالم للأندية. ولو هنرجع شوية والجماهير تهدى شوية وتفهم اللعبة إزاي، اللعبة كانت بدءا من تريزيجيه اللي جماهير الاهلي فرحت فرح كبير جدا، وهو كان اكبر غلطه الاهلي عملها. يا ريبيرو صدقني العيب مش فيك، سواء وظفت تريزيجيه يمين او وظفته شمال فالعيب مش فيك، العيب فيه هو لاعب منتهي. والله تريزيجيه منتهي، ولو عمل حاجه الماتشين 3 جايين فهو برضو منتهي، هو بيشطب خلاص، هو بيشطب وضحك صح على اداره الاهلي وخد مبلغ كبير وجدد او جدد للاهلي 5 سنين. تريزيجيه مش موجود في اللقاء، اشرف بن شرقي معزول، مفيش باكات في الاهلي نهائيا، ولا باك يمين ولا باك شمال. رغم كده تفوق بيراميدز في كل الثنائيات في ارض الملعب، تفوق بيراميدز في كل التدخلات في ارض الملعب، تفوق بيراميدز في اللعب من لمسه واحده وانه يخش على طول على جوه هجوميا. الاهلي مش موجود. زيزو فين يا حبيبي؟ صحيح للاهلاويه والله، انتوا خدتوا زيزو وبن شرقي وامام، عايزين تكسبوا، عايزين تفوزوا، ده انتوا جالكوا كميه النحس اللي كانت موجوده خرجت ولبستوها انتوا. بعيدا عن الهزار والله، يعني الاهلي مش موجود. هل بقى العيب في المدرب فقط؟ هل العيب في المدرب؟ معلش اي مدرب تاني هيجي هيلاعب نفس اللعيبه، هيلاعب نفس اللعيبه. كوكا نازل مش عارف يباصي، ده لاعب مش عارف يباصي، ده مش عارف اللعيبه نفسها هي اللي وحشه. يا جدعان الاهلي او اداره الاهلي لما جت تجيب لعيبه في كاس العالم للانديه اختارت اللعيبه الكسر، وانتوا كنتوا فاكرينها ان هي حلوه. زيزو 30 سنه بيبطل كوره، 30 سنه بيبطل كوره. تريزيجيه 30 سنه بيبطل كوره. خلاص بن شرقي كبير، واحد على واحد كويس فعلا في بن شرقي ويتفوق على ناس كتير في الدوري المصري، ولكن برضه كبير مش صغير. محمد علي برمضان هي الصفقه الوحيده اللي كانت كويسه في كاس العالم للانديه، اما بقيه الصفقات مفيش. فاتمنى من جماهير الاهلي ما تقلبش على ريبيرو، العيب مش في ريبيرو لوحده، العيب مش في ريبيرو، العيب في اللعيبه نفسها. اللعيبه مش لاقيه نفسها. احمد سيد زيزو فين النهارده؟ مش موجود نهائيا طول الماتش. خط وسط النادي الاهلي مش موجود، مفيش حد بياخد الكرة ويسلم اللعيبه اللي قدام. رفعات مش موجوده، يا دوبك هي لمستين بس اللي اتعملت طول الماتش. فين النادي الاهلي؟ مش موجود. بيراميدز فعليا سيطر على الملعب كله في خلال الشوط الثاني. الشوط الثاني الاهلي ما جاش اساسا. الشوط الاول اهو كان سجال رايح جاي، ولكن كان بيراميدز يقدر يخلص فيه كرة واثنين وثلاثه واربعه. اخر كلامي التقييمات، انا هدي بيراميدز اللعيبه كلها 7 8 من 10، ولعيبه الاهلي مش هتاخد تقييمات لان هم ما عندهمش اساسا كوره قدموها عشان خاطر يلعبوا كوره حلوه. سلام.